لو انت برج الاسد فالسنه دي سنه السعد عليك، ولو انت برج العذراء فدي سنه تعاستك واحتمال تطلق، ولو انت العقرب هتخون صاحبك علشان مرضيش يديلك سيجاره على القهوه، ولو انت برج الجدي فبنسبه كبيره الاكس هيتجوز صاحبتك لانها برج الحوت، والحوت بينفع مع الميزان، ده حتى الميزان غناله الابراج اصلا مش موجوده. لا استنى، الابراج فعلا موجوده. من حوالي 3000 سنة كده قبل الميلاد، لما الإنسان القديم كان موجود بعد ما عمل أول حضارة متكاملة، بص للنجوم وسأل نفسه السؤال اللي بيتكرر لحد دلوقتي واتكرر على مدار السنين: هو احنا فين في الكون؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين نوصل لآخر الكون ومركزنا منه بالظبط ايه. لكن زمان هما بيدرسوا حركة النجوم بالليل اكتشفوا حاجة غريبة، ان في نجوم بتظهر في وقت من السنة كانوا ساعتها مسميينها مواسم الحصاد والفيضان وخلافه، اللي هي دلوقتي الصيف والشتاء. المهم لقوا نجوم بتظهر في وقت من السنة وفي وقت تاني في نفس السنة ما بتظهرش، لكن السنة اللي بعدها النجوم دي بتظهر في نفس الوقت من السنة اللي قبلها، والسنة اللي بعدها تظهر النجوم تاني في نفس الوقت، وفي نجوم تاني بتظهر في الوقت اللي ما بتظهرش فيه النجوم الأولانية. ايه التهريج اللي بيحصل ده يا جماعة؟ هي السما بتتغير ولا احنا اللي بنتحرك؟ بس لو احنا اللي بنتحرك، هل بنتحرك بسرعة في الكون لدرجة ان احنا السنة اللي بعدها نرجع لنفس المكان علشان نشوف نفس النجوم دي كل سنة في نفس الوقت؟ ساعتها طبعا كل الأسئلة دي خلتهم يدرسوا مكانهم في الكون. مش بس كده، المصريين بالنسبة لهم كانت النجوم كانوا بيعرفوا منها امتى يزرعوا وامتى يحصدوا وامتى الفيضان جاي، وطبعا في الصحراء كانوا بيستدلوا بالنجوم في الاتجاهات. وزي اي حضارة قديمة، الانسان القديم في الحضارات القديمة ما كان بيلاقي حاجة هو مش فاهمها او اقوى منه يعملها اله ويعبده. دايما المصريين خدوا من الشمس اله، والموت عينوا له اله، وإله للحصاد وإله للزرع. وكانت الحضارات اللي بعد كده زي اليونانية والرومانية ابتدوا يخترعوا آلهة للسماء والبحر والأرض. لكن نرجع لفكرة الحضارات، حضارة مثلا زي الحضارة البابلية واخواتهم اللي كانوا جنبهم الحضارة السومرية، لما كانوا بيلاحظوا السماء وزي ما بقول لك لقوا انه في نجوم بتظهر في وقت ونجوم بتظهر في وقت تاني ويتكرر الموضوع السنة اللي بعدها، كان لازم يدوا للنجوم دي أشكال عشان يقدروا يحفظوها، وزي ما قلت لك كانوا بيحددوا بيهم الاتجاهات والوقت. فكان لازم يكون في خريطة نجمية تساعدهم يكتشفوا النجوم دي ويحفظوها ويدرسوها. ابتدوا يجمعوا حبة نجوم مع بعض ويقولوا النجوم دي شكلها عامل زي كذا، ويدوا لشكل النجوم دي شكل حيوان بقى، إله، صياد. واحد يطلع يقول لي ايه شغل الأطفال ده؟ هقول لك مش بالظبط، هما كانوا في منتهى الذكاء زيك انت بالظبط. لما بتشوف شكل الغيوم كده عامل شكل قلب، مش بتقول الله الغيوم عامله شكل قلب، طلع موبايلك وتصوره. هما كانوا كده بالظبط، كانوا يبصوا على شكل النجوم يتخيلوها شكل معين ويروحوا مدين شكل النجوم ده الاسم ده. الفكره كانت في المسميات اللي كانوا بيسموها للنجوم دي. انا عايز اسالك انت السؤال ده: تخيل واحد بيصحى من النوم يروح يعبد الهه الا على شكل حيوان، على شكل بقره، على شكل شمس، على اي شكل، ويروح يزرع ويشتغل في المزارع بتاعته وياكل وينام. ده اخره في الحياه. هيسمي مجموعات النجوم دي ايه؟ واحد عايش في مكان جزء منه صحراء وجزء منه خضره وجزء منه ميه. في الصحراء بيشوف عقارب وتعابين، وفي الميه بيشوف اسماك من انواع، وفي الخضره بيشوف حيوانات مفترسه على اليفه. هو ده كل اللي كان بيشوف، ده غير الاساطير بتاعتهم والحكايات الابطال اللي كانوا عندهم والالهه طبعا. فتفتكر مثلا يشوف نجمه ويسميها بلاي ستيشن، والقصص والاساطير بتاعتهم كانت بتتنقل بالبق، بالكلام، بالحكي. تخيل معايا منظر كده: راجل كبير قاعد مع احفاده او اولاده حوالين نار بالليل وبيحكي لهم قصه، نقول مثلا هيركليس، وهو بيحكي القصه. لا الأطفال مش مندمجين معاه، مش عارفين يتخيلوا الموقف. يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا التلفزيون رسوم متحركة يعملوا كرتون يشد طفلك ويخليه يندمج مع القصة، لكن زمان ما كانش فيه الكلام ده. فيعمل ايه الجد ده او الاب؟ يبص للسماء اللي كانت ساعتها ما كانش فيه التلوث الضوئي اللي احنا فيه ده، والسماء كانت باينه ولامعه جدا، ويقول لهم بصوا فوق، او الصياد بيحارب العقرب او الطور، او ان الصياد بيهرب من العقرب او الطور. كلها قصص واساطير. كانت السماء هي التلفزيون بتاع الانسان القديم. وعايز اقول لك ان العلماء دلوقتي معتقدين انه ده تقريبا اقرب مشهد ممكن يكون حصل في تسميه اول مجموعه من النجوم
النجوم، لأن ما عندناش أي أدلة أو مستندات بتقول مين كان الأول أو إيه أصل الأسماء دي. طب مثلا عرفنا منين إن السومريين أو بلاد الرافدين دخلوا في الحوار ده؟ يعني المصريين كان في برديات، كان في كتب، كان في علماء اليونان، واليونانيين علومهم موجودة لحد دلوقتي، والرومانيين كمان كده. لكن حضارة البلاد الرافدين دي محدش يعرف عنها كتير. بس أقول لك هنا ماو إن إحنا اكتشفنا كهوف كتير مرسومة على جدرانها، غير حاجات حجرية منحوت عليها زي جدران المعابد في المصريين كده، شكل مجموعة نجوم على شكل مثلا الصياد. ففهمنا إن هما كمان كانوا من أوائل الناس اللي بدأوا في تسمية مجموعات النجوم. بس برضه هل إحنا هناخد أسماء النجوم دي من شوية نقش على الحيطة؟ برضه دي مش أدلة كافية. لحد القرن الثاني الميلادي فترة الرومان، واحد اسمه فارني اشترى تمثال بيتسمى دلوقتي باسم فارني أطلس. الفنان اللي عمل التمثال ده رسم أطلس شايل كرة سماوية، اللي بالك مش كرة أرضية، كرة سماوية، بمعنى إن هي كرة مرسوم عليها النجوم بأشكال معينة. وبيتقال وبقوة إن التمثال ده متقلد من نسخة يونانية كانت موجودة في القرن الثالث قبل الميلاد. لو بصينا على التمثال هنلاقي إنه مرسوم عليه أشكال حيوانات هي دلوقتي مجموعات نجمية بنفس الاسم والشكل، زي تعبان المية اللي بيسموه الهايدرا، وده كان أسطورة يونانية، وغراب وإناء زي الفسقية كده، بالقنطور اللي جزء منه جسم إنسان وجزء التاني جسم حصان، وده برضه أسطورة في اليونان، وسفينة أسطورية في الأساطير اليونانية. بس لو ركزت على المكان اللي فوق دماغه بالظبط هتلاقي ان المكان فاضي مفيهوش نجوم، وده معناه ان الفنان اللي نحت التمثال ده ما شافش ايه النجوم اللي بتظهر في الجزء الجنوبي من الارض. وده لغاية دلوقتي منطقي في الحكاية اللي أنا بقولها لك دي، لأن لو كان حتى التمثال يوناني أو روماني واللي نحته من نفس الجنسية عن مثلا عالم فلكي من نفس المكان، يعني منطقة البحر المتوسط، طبيعي مش قادر يشوف النجوم اللي بتظهر من الجزء الجنوبي للكرة الأرضية. في سنة 150 تقريبا بعد الميلاد ظهر فلكي يوناني روماني كان عايش في اسكندرية اسمه بطليموس، عمل كتاب شرح اسمه الماجست، خريطة لكل النجوم الموجودة اللي قدر يشوفها، وحط فيه 48 مجموعة نجمية. يعني يبص للسماء ويشوف مجموعة نجوم جنب بعض ويشوف هو ممكن يكون شكل ايه ويديه بالشكل ده، يسميه بقى على شكل صياد، على شكل أسطورة، على شكل إله، على شكل حيوان وخلافه، واخد جزء من السماء. وكان ساعتها في مصطلح يوناني بيطلق على المجموعات النجمية دي وهو كاتاستريزم، ومعناه وضعية النجوم، placing of the stars، لأنهم افتكروا إن الآلهة حاطين النجوم بالشكل ده عشان يدوهم دروس معينة. للأسف النسخة الأصلية من الكتاب ده ضاعت أو اتدمرت، ولأن زمان ما كانش لسه فيه فكرة الطباعة، كان نسخ الكتب بيتم بالإيد، وده تم فعلا على كتاب الألماجست لحد سنة 1515 اللي ابتدى فيها ظهور الطباعة. ظهرت أول نسخة من كتاب بطليموس. الكتاب شارح كل نجمة موجودة فيه وبتطلع إمتى وبتغرب إمتى. بس لو بصيت على أسامي النجوم هتلاقي إن بطليموس ما سماش النجوم زي نجمة الدبران وبيتلجوس وريجر، قايل عليهم النجمة اللي فوق يمين واللي تحت شمال والنجمة المحمرة شوية. اليونانيين ما كانوش مهتمين ان هم يسموا النجوم، لكن سموا 48 مجموعة. وبطليموس كان آخر فلكي يوناني يهتم بالموضوع ده، وقعدنا فترة كبيرة الموضوع ده ما اتفتحش تاني لغاية ما ظهر العرب، وتحديدا عالم اسمه عبد الرحمن بن عمر الصوفي. الصوفي كان عالم إيراني مسلم، واحد من أفضل الفلكيين العرب. جاب كتاب بطليموس الألماجست وترجمه من اللغة اليونانية للغة العربية، بس الكلام ده كان في حدود سنة 900، فكان لسه الطباعة ما ظهرتش، فترجمه يدويا ورسم رسومات بطليموس بهوية العرب. فمثلا رسم الرسمة دي إنسان لابس الثوب العربي. مش بس كده، ده كمان زود على الكتاب علوم من عنده هو شخصيا. من سنة 150 لسنة 900 حصل تطور كبير في العلوم وعلم النجوم والفلك. سمى أسماء النجوم كتير قوي باللغة العربية، أي نعم مش كل النجوم بس أغلبها، وعمل نسخة جديدة من كتاب الألماجست وسماها The Book of the Fixed Stars. ولما وصلنا للقرن ال11 كانت الفتوحات العربية اتوسعت، وصلت لأسبانيا. ساعتها رجعت الأعمال اليونانية تاخد وضعها في أوروبا، وجي واحد اسمه جيرارد أوف كريمونا ترجم النسخة الأولى من الألماجست للغة العلم في العصر ده، وكانت اللغة اللاتينية. فبقى كده عندنا 3 أسماء للنجوم، اسم يوناني واسم عربي واسم لاتيني. كل حضارة ليها أساطيرها
وقصصها بلغات مختلفة وهويات مختلفة. عشان كده لما تفتح تطبيق تشوف منه النجوم تلاقي فيه أسماء عربية، تلاقي فيه أسماء لاتينية، وفي أسماء يونانية عن الرومانية، بس هتلاقي أكتر النجوم اللي ليها اسم هتلاقي الاسم بتاعها عربي. وده عرفناه من حاجة اسمها الأسترولابس، وده كان زي جهاز عملوه العرب لما كانوا يحبوا يحددوا مكان نجم معين، هو ده الأسترولابس. هتلاقي شكل النجوم اللي موجودة دلوقتي تقريبا أغلبها منحوت عليها أساميها، زي مثلا النجم سيريس ألمع نجوم السماء في الأسترولابس اسمه أنافر. بس لحد دلوقتي احنا عندنا 48 مجموعة نجمية بس. في 1515 برضه جه واحد اسمه ديورر رسم خريطة سماوية تشارت لكل 48 مجموعة متقسمة على نصين، نص شمالي ونص جنوبي. النص الشمالي هتلاقي فيه فراغات كتير، والنص الجنوبي فيه مساحة واسعة مش موجود اصلا فيها نجوم زي اللي كانت موجوده في تمثال فرني اطلس. ولما درس العلماء اكتر تاريخ المجموعات النجميه وكانوا عايزين يوصلوا للاصل مين اول واحد، استقروا ان اللي يقدر يشوف كل النجوم دي في الشمال وجزء منها مش كبير في الجنوب تقريبا هيكون حوالين دايرة عرض 36 شمال. ولما تبص على دايرة العرض دي في الخريطة هتلاقيها لا بتمر في اليونان ولا بتمر بمصر، بس بتمر بحضارة بلاد الرافدين. معنى كده ان اصل التسميات دي او اول ناس بدأت تسمي كانت الحضارة البابلية، راحت لمصر وجم اليونانيين خدوا من مصر وبعد كده وصلت للعرب، ومن العرب لاسبانيا واسبانيا واوروبا كلها. جه بعد كده 4 علماء أولهم كان سنة 1600 ميلادية، واحد اسمه بيتروس بلانشوس حط 3 مجموعات زيادة، و2 تاني في نفس السنة واحد اسمه بيتر كايزر وكان معاه مساعد اسمه فريدريك هوتمان حطوا 12 مجموعة، لكن المرة دي في الجزء الجنوبي في رحلاتهم للهند. والتالت كان في القرن ال17 واحد اسمه يوهاني فيليوس حط 7 مجموعات جديدة بس في الجزء الشمالي، وهنا هو بيقدمهم للمجتمع الفلكي العظيم وقتها، وبيظهر في الصورة أشكال المجموعات اللي هو حطهم ومنع يوهاني الفراغات اللي كانت موجودة في الجزء الشمالي من السماء. بس لسه الجزء الجنوبي فيه أماكن كتير منه فاضية. جه بعديهم واحد اسمه نيكولاس حط 14 مجموعة جديدة في الجنوب، بس لاكاي كان عالم لما جه يحط الأشكال اتصور تلسكوب أنابيب التجارب بتاع الكيمياء، فورد التجارب بتاع الكيمياء، وده يبين لك إن كل عالم حط الهوية بتاعته والعقائد والاساطير اللي كان مآمن بيها. زي ما قلت لك النجوم كانت شاشة التلفزيون بتاعتهم. في القرن ال18 بقى الموضوع بالنسبة للفلكيين رياضة، بقى كل واحد يجي يسمي شوية مجموعات على دماغه وعلى مزاجه، لحد ما بقى في عدد مهول من المجموعات النجمية وتدخلات ما بين النجوم وأسماء داخلة في بعضيها وأسماء بتختلف من خريطة لخريطة. وفي القرن الجديد ظهر للعلن الاتحاد الفلكي الدولي. قالوا طب احنا مرجعنا هيكون ايه؟ أنهي خريطة نجمية من دول؟ قالوا لا احنا نعمل مرجع واحد بيكون على مستوى كل الدول، واختاروا 88 مجموعة نجمية، 88 constellations سنة 1922 ميلادية. بس كان لسه في مشكلة الحيوانات والأشكال الغريبة دي، ده مش علمي ومش مهني، وكان في نجوم بتتشارك ما بين constellation و constellation. مثلا النجمة دي في مجموعة أو كوكبة بقى، خلينا نقول الاسم العلمي، عارف لما تلاقي التلفزيون كاتب كوكبة من ألمع النجوم، هي الحتة دي متاخدة من الفلك. كوكبة النجوم بمعنى مجموعة من النجوم. مثلا النجمة دي هتلاقيها هي قمة القرن بتاع الثور، وفي نفس الوقت هي ريك كوكبة أوريجا واحد شايل معزة. طب دي هتروح لمين لفين؟ فكان لازم على الاتحاد إن هم يقسموا السماء. بس ازاي؟ هقسموها ازاي لكل الدول؟ وكمان اللي جاي مفيش حاجة طبيعية أو وسيلة ينفع إن هم يقسموا بيها السماء. يعني مثلا على الأصل لما نقسم حدود الدول هتلاقي في جبل هنا يقسم هنعمل سور، هتلاقي مية، هتلاقي هضاب، هتلاقي جبال، هتلاقي شجر، لكن في السماء مفيش حاجة. كأنك خلاص تبقى خطوط وهمية زي دوائر العرض وخطوط الطول، ويتعمل خريطة واحدة بس تعتبر دولية. وادوا المهمة دي لعالم اسمه يوجين ديلفور، فراح مقسم السماء بالشكل ده، خطوط من الزجزاج بقت كل كوكبة بتشغل مكان معين من السماء، ورمى خلاص الأساطير والأشكال اللي كانت موجودة من زمان كده، محدش يزعل ولا حد يتضايق. وتم اعتماد الرسمة دي أو التقسيمة دي بشكل رسمي سنة 1930. ولما نيجي نقول النجمة دي اكتشفناها في كوكبة الأسد مثلا، تبقى هي بحدود كوكبة الأسد، ولكن مش الشكل اللي بالذات. الشكل ده أصبح من الماضي، لكن الأسماء موجودة. لكن لما تشوف دلوقتي الناس لسه بترجع للأشكال دي وبتستمتع بيها. طب أنهي اللي صح، الاتحاد ولا الناس؟ للأسف هقول لك إن الاتحاد هو اللي صح، لأن زي ما احنا عارفين النجوم دي بتتحرك في الفضاء،
أي نعم هي بعيدة جدا عننا، فبخليها سرعتها بالنسبة لنا بطيئة، فمكانها بيفضل زي ما هو لآلاف السنين وملايين السنين كمان. مثلا كوكبة الأسد، لو شفت شكل الأسد بعد 100,000 سنة من دلوقتي هيبقى ده شكله الجديد. بص الفرق بين الشكل القديم للشكل الجديد، مبقاش شكل أسد أصلا. إن هم يعملوا تقسيمة ملهاش علاقة بالشكل، هو ده اللي هيفضل سنين جاية. طبعا احنا أكيد مش هنوصل ل100,000 سنة، بس هم نظرية صح. وبالنسبة للبيج اللي كانت عند الطور وأوريجا في نفس الوقت، الطور خد احتفظ بالقرن بتاعه وأوريجا فقد رجل. بس ثواني، دي حلقة عن الأبراج، هي فين الأبراج؟ ما هي دي الأبراج. أيوة بس الأبراج 12 بس، من الأبراج هم 12 في 88. تعالى بقى أقول لك إن 12 دول منين؟ دي خط وهمي اسمه إكليبتيك بلين، وده مدار الأرض اللي بيلف فيه حوالين الشمس. بس أنت عشان على الأرض هقول لك تتخيلوا إنه مدار الشمس حوالين الأرض، بمعنى شوف الشمس بتتحرك ازاي وارسم خط في مسارها، هو ده الإكليبتيك بلين، المسار اللي بتمشي فيه الشمس والكواكب. وهتلاقي الخط ده بيقطع الكونستليشن ب 12 واحد بس، مش ال 88. هم دول ال 12 برج. هتلاقيه بيعدي عن الأسد والثور والحمل والجدي والحوت والسرطان والعقرب والميزان والقوس والعذراء والجوزاء، تقريبا من ست واحد. بس عايز اقول لك معلومه، انه بعد كام الف سنه هتلاقي ان الابراج دي كمان اختلفت، لان زي ما احنا قلنا النجوم بتتحرك بس في سنين طويله، فهتلاقي الخط ده ابتدى يتقاطع مع كونستليشن تانية في الابراج دي. يعني ممكن تلاقي اوراين بقى برج مكان الاسد. وعايز اقول لك ان ده حاصل فعلا دلوقتي تقريبا عند برج الثور. من الاخر برجك موجود في السماء، احنا بس مش شايفينه دلوقتي من الضوء. لكن لو رحت في حته ضلمه هتشوف برج الاسد او برج الثور او برج الجدي. لكن لازم تعرف توقيتات ظهورهم حسب المواسم، الصيف والشتاء والربيع والخريف. تشوف البرج بتاعك بيظهر امتى. يعني مثلا الكونستليشن بتاع اوراين بيظهر في الشتاء، مش معنى كده انه مش بيظهر في الصيف، ولكن مكانه بيكون مع الشمس في الوقت ده. وطبعا في النهار مش هتشوف اي نجم. الصورة دي ممكن تفهمك شوية. بص على السهم اللي مش في ناحية الشمس، هي دي النجوم اللي بنشوفها بالليل في أوقات السنة المختلفة لما الأرض تلف في المدار، لأن الأرض بتلف في المدار حوالين الشمس وتلف حوالين محورها كمان. وبس كده. أما موضوع بقى التنجيم فده موضوع قديم ومش حقيقي، هو ده أصل الأبراج. أصلا لو مثلا برجك الأسد وكان شايفه في الأول واحد هندي مثلا، كان سماه مثلا برج البقر، وكل واحد كان بيسمي على دماغه ومزاجه وعقائده وأساطير. فما تصدقش بكلام الأبراج، وما تسمعش للناس اللي تقول لك حظك اليوم، خدها كلعبة ماشي، لكن تطبقها في حياتك هتحصل. عارف ليه؟ لأنه عقلك هيبتدي يطبقه انه انا حظي النهارده وحش، فهتنزل ومش هتبقى مركز في الشغل مثلا وتعمل غلطات. طب مديرك يرفضك طبيعي، ملوش علاقه بحظك النهارده كان ايه، وانا الشمس تعدد على ايه، ولا الشمس كانت موجوده في انهي كوكبه دلوقتي، ولا انه كواكب زحل مثلا موجود في كوكبه الجدي فهتبقى انت عامل ازاي دلوقتي، ولا المريخ كوكب من هم عادي دلوقتي موجود في برج الجوزاء، فالجوزاء هيبقى غني السنة. مال المريخ بالجوزاء بحظه. دي حلاوة دراسة الكونستليشن والسم وتاريخ دراسة الإنسان للسم، إنها دليل حي على تاريخ الإنسان كان بيفكر إزاي. يعني مثلا لما قالوا مع نجوم السماء نجم السيري يظهر من المصريين القدماء في الأفق، كانوا بيعرفوا إن موسم الفيضان للنيل هيبتدي. ولحد من دلوقتي السماء بتحدد الوقت والاتجاهات في حياتنا اليومية، وبدلنا شوية نعرف مكاننا فين في الكون. بس كده، لو عجبتك الحلقة اعمل اشتراك للقناة واعمل فولو على فيسبوك وانستغرام وتيك توك، واعمل لايك للحلقة دي وكومنت لو عندك سؤال، واعمل شير لاصحابك. ولو بتتفرج من الفيسبوك روح على قناة اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل زر الجرس. وبكده خلص الكلام.